السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أبطال؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا زي الفل. آسف أني لم أدعم القضية الفلسطينية كما يجب أن يكون. عنوان الفيديو ده الحقيقة كنت بتكلم مع زوجتي كده من يومين. آه، كنت بتناقش معاها خاطرة إن يعني أنا واحد من الناس، مع إني بعمل فيديوهات على السوشيال ميديا، بس أنا في الحقيقة يعني مش سوشيبل قوي. بمعنى أنا يعني مثلا انا بقى يعني ايه السوشيال ميديا بالنسبه لي هي تمثل شغل، هي تمثل مشاركه حاجات بنفيد بيها الناس، تمثل حاجات كتيره. بس انا مش من هواة ان انا اشارك لحظات حياتي اول باول، وان انا اشير كل حاجه. ف ف بما يخص قضيه فلسطين، والله انا شخصيا انا بعمل هذا الفيديو لان انا اول مقصرين، من حيث يعني طبعا انتوا عارفين الموضوع بقاله 8 شهور تقريبا. آه، احنا للاسف الانسان بيعتاد، للاسف الشديد. ويمكن الواحد في الاول متابع الاخبار اول باول دلوقتي. واللي حز في نفسيتي اكتر، انا كان لسه عندي مريض جالي العياده من غزه، لؤي، وان شاء الله ننزل فيديو يعني عن الموضوع ده قريب. يعني حوار كامل دار بيني وبينه، ده اللي ذكرني يعني باللي انا بتكلم فيه دلوقتي. وهو ممكن يكون بيشوف الفيديو ده دلوقتي. الأحداث دلوقتي أسوأ كتير كتير مما بدأت، بس احنا للأسف إعلاميا مش واخدين بالنا كتير. أنا ليه بقول إن أنا آسف لأنني لم أدعم القضية الفلسطينية بحق كما يجب أن يكون؟ آه، أنا ما بحبش بشكل عام إن يكون أعمالي يعني فيها نوع من الإيه، الرياء. أو ربنا يا رب يرزقنا الإخلاص، بس يعني مثلا في هوجة دلوقتي، كل الناس الانفلونسرز والناس اللي على السوشيال ميديا بيسبورتوا الموضوع. اللي ما بيسبورتش الموضوع بيبقى يعني ايه ده، انت ازاي، انت مش ازاي بتعمل كده، انت مش مثال، انت مش رمز. فانا شخصيا، واتمنى الناس تفهم اللي انا بقوله ده صح، انا شخصيا مقصر في متابعة الاحداث. انا واحد يعني للاسف ببقى ايه، يعني منغمس في عملي، في شغلي، في حياتي اللي هي مليانة تفاصيل ومليانة احداث. فللاسف اوقات كتير ببقى مقصر بان انا اتابع يعني ايه الجديد في الاحداث. وبيجي لي بقى الاف رسائل: يا دكتور اتكلم عن القضية، انت ما بتدعمهاش ولا ايه؟ فانا بحس داخليا ان انا يعني لو اتكلمت دلوقتي فانا يعني ايه، بتكلم ارضاء للناس، او بتكلم عشان يتقال عليا بتكلم. فساعتها ما بتكلمش، دي طبيعة شخصيتي. يعني انا مش هتكلم ابدا عشان انا يعني عشان حد قال لي اتكلم، وبدون ما انا اكون مستشعر الموضوع شخصيا. فدي كانت الفكرة اللي بتدور في ذهني. طبعا اقرا عن احداث، الاقي في حاجه حصلت، اتاثر، اتكلم. يعني ده اللي انا كنت متابعه. ما كنتش مدرك لحجم القضيه اعلاميا، وان الانسان ممكن يؤجر. وهي دي بقى الخطيره الاساسيه: يؤجر المرء رغم انفه. يعني انت دلوقتي جالك حد بيذكرك بان انت تقول قضيه بشكل معين. في واحد هيذكرك بشكل لطيف عادي، يقول لك يا دكتور واذكرك ونفسي، واسلوب كويس، مفيش مشكله. وفي واحد هيقول لك ايه ده، انت ازاي ما بتتكلمش؟ الاتنين بيذكروك. ف يعني دي نصيحة لنفسي والله قبل ما أكون بتكلم معاكم. إن الإنسان الحكمة ضلت المؤمن، أنا وجدها فهو أولى. وفي الآخر إحنا فعلا كمسلمين لينا دور تجاه إخواتنا في فلسطين. وبعد كلامي مع لؤي، يعني يعني أكبر سبورت تقدر تقدمه دلوقتي، طبعا بعد السبورت المادي لو تقدر، ان انت تدعي له وتتكلم عن القضيه بتاعته اللي هي قضيتنا كلنا اعلاميا، لان ده بيحسسه انه مش لوحده. اسوأ حاجه على الاطلاق انك تحس ان انت يعني بتدعم قضيه بتدعمها لوحدك، والمفروض اخواتك اللي هم مشاركين معاك في نفس القضيه، لكن شاءت الظروف ان احنا مش عارفين نروح هناك، او مش عايشين هناك، ان احنا مش متواجدين في الاحداث. تمام. ف... يعني انا كنت غلطان ان انا يعني كنت باخد الموضوع بطريقه اللي ايه ده، طب انا لو اتكلمت هيبقى رياء. لا، مش رياء. يعني حاول تطهر عملك، حاول تجدد نيتك، حاول ان انت مثلا يعني تعمل العمل ده وتعمل عمل تاني قدامه يكون ما حدش يعرفه من الناس. حاول ان انت تكون واخد ده بالنسبه لك كعظه، او كان انت لفت نظر، وبعدين اتكلم انت بقى كتير من غير ما حد يقول لك، بحيث ان انت تكون اعمالك دي كلها طالعه منك انت، وكله في الاخر بيتحسب بناء على نيته. فانت حاول ان انت تخلص نيتك وتجددها.
ويعني طبعا تجنب ان انت اعمالك يكون فيها رياء، او ان يكون فيها نوع من الشرك، او نوع من الشرك الاصغر من الرياء. طبعا هو الشرك الاصغر ان انت بتعمل حاجه عشان الناس بتقول لك، او عشان الناس تقول ان انت عملت، عشان تفضل على الاقل شخص حقيقي قدام نفسك. لما تبص في المرايه كده تكون محترم نفسك، تحس ان انت انسان قوي وجامد قدام نفسك. فأوصي نفسي وإياكم بذلك. وتذكروا إخوانكم في فلسطين. والله الدعاء الدعاء الدعاء، وإحنا في أيام أفضل أيام الدهر، أيام ذي الحجة، وداخلين على يوم عرفة إن شاء الله الدعاء فيه بإذن الله مستجاب، والناس إن شاء الله تكون صايمة ويغفر ذنوب كتير. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب انصر إخواتنا في فلسطين والمجاهدين في كل بلاد المسلمين، وليس فلسطين بس، يعني في السودان وفي بلاد روسيا وأوروبا، وفي كل أي مسلم. يا رب اللهم انصره، وربنا يمكن لهذا الدين، اللهم امين. ويجعلنا ويجعل ذريتنا سبب في ذلك، ويرزقناش ابدا الكبر ولا الرياء وامراض النفوس دي. ربنا يا رب يبعدنا عنها تماما. ربنا يبارك فيكم يا رب، اللهم امين. انا دايما والله ببسط بان انا اشارك معاكم هذه الخواطر. اتمنى ان هي تكون بتنفع ولو واحد بس، انا هكون يعني احتسب ذلك لله يعني. وربنا يا رب يطهر نيتنا ويرزقنا الإخلاص، اللهم آمين. كان معكم دكتور حسن طارق، أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم.